ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الراعي الرسمي لحلويات رمضان عندنا احنا يا مصريين الكنافة. والكنافة دلوقتي اتعملت باشكال كتيرة قوي، المتدحرجة والمتشقلبة والمقلبظة، واسماء كتيرة ولذيذة في نفس الوقت. لكن برضو يفضل الطرق التقليدية بتاعتنا ليها طعم تاني. الكنافة اللي بالمكسرات او اللي بالقشطة او اللي بالكاسترد برضو ليها طعم تاني ومذاق تاني عندنا. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالكاسترد. الأول هنعمل الشربات لأن محتاجينه يبقى بارد. كوبايتين سكر مع كوباية مية، هنسيبهم على النار لحد السكر ما يدوب ويغلي بالشكل ده. هنضيف له عصير نص ليمونة ونسيبه 10 دقايق بالظبط، وبعدين حطي له باكل فانيليا ونزليه. محتاجينه يبقى بارد خالص. بعد كده الكنافة طبعا أنا مطلعاها من الفريزر، ده نص كيلو اللي استعمله النهاردة. قطعته الأول بالسكينة شرايح كده بالشكل ده، وبعدين حطيته في محضرة الطعام وفرمته بقى فرم ناعم خالص. لو تحبي تفرميه بإيدك كده، يعني تفركيه بإيدك وتنعميه كده، مفيش مشكلة. أنا حطيته في المحضرة أو حطيه في الكبة. وافرميه بقى فرم ناعم خالص. بعد ما فرمت الكنافة أخدتها في بولة بره كده، وضفت لها كوباية سمنة. نص كيلو الكنافة هتضيفيله كوباية سمنة. أنا أخدته بقى أهو وحطيت عليه السمنة. والخطوة بقى دي مهمة قوي، إنك تخلطي السمنة مع الكنافة كويس قوي، يعني تخلي الكنافة كلها متغلفة كده بالمادة الدهنية. بعد كده ضفت لها معلقتين سكر بودر، وتعمليهم بالمصفى كده علشان بيبقى فيه الحاجات متكتلة في السكر. تفركيها بقى بإيدك في الآخر كده. وخلطت بقى الكنافة كويس بالسكر وبالسمنة. وبعدين في الصينية دي مقاس 28، حطيت فيها سمنة، بس حطي سمنة كتير شوية. وبعدين حطيت تلتين الكمية. اضغطي على الكنافة بإيدك كده علشان تعرفي الحتة اللي محتاجة إنك تزودي لها، أو الحتة العالية شوية. بإيدك هتعرفي أكتر من إنك تضغطي بحاجة تانية. واعملي بقى سور كده على الجناب بتاعة الصينية، علشان لما نحط الكاسترد بتاعنا ما يطلعش لبره ويتحروق. كوبايتين لبن على نار متوسطة كده، وضيفلهم 3 معالق كاسترد. محطتش بقى سكر لأن كفاية السكر بتاع الشربات. قلبي بقى كده بالمضرب، ما تسيبوش من ايدك كده علشان ايه، ما يبقاش في حاجة متكتلة في الكاسترد. وفي الاخر هنحط له معلقة زبدة، ودي اختياري. لما بقى ياخد القوام ده هتسيبيه دقيقتين كده يغلي على النار، وبعدين تنزليه. وهو سخن هنحطه على الكنافة على طول، لانك لو سبتيه يبرد في الحلة الكاسترد بياخد شكل الحاجة اللي هو فيها، ومش هتعرفي تحطيه بقى على الكنافة بسهولة كده. حطيته بقى وهو سخن أوي، سبته بقى لما يبرد خالص عشان تقدري تحطي فوقيه الكنافة. حطي فوقيه بقى واضغطي بالراحة خالص بإيدك كده. وبعدين هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. أنا مسخنة الفرن من قبلها بحوالي 5 دقايق. ونزلت الرف على أقرب حاجة للصاج، بس ما تحطيهاش على الصاج. لما الحروف بتاعت الصينية تبدأ تحمر كده، اطفي بقى من تحت وولعي الشواية 5 دقايق، هتلاقي أخدت اللون الجميل ده. ممكن تقدميها بألف هنا سادة كده، وممكن تزينيها بأي حاجة، بجوز هند أو بحاجة. أنا حطيت شوية فستق كده على الوش. طبعا أنا سقيت شربات الأول وبعدين قلبتها وحطيت شربات من الناحية التانية. وتقطعي بقى وتقدمي الكاسترد حلو قوي فيها. ممكن تغيري الحشو بقى، تعمليها بالقشطة، تعمليها بالمكسرات بنفس الطريقة كده وبنفس الشربات. غيري الحشوة براحتك وبألف هنا. ولو عجبتك الكنافة بتاعتي النهاردة، اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. وكل سنة وانتم طيبين، ونتقابل تاني مع حلويات جاية كتير. وباي باي.